بيبدأ الفيلم بكلير وهي جاية من استراليا ورايحة برلين، وبتزور برلين لأول مرة، وده لأنها سابت شغلها كمصورة محترفة في إحدى الشركات وناوية تبقى مصورة حرة. وبيكون واضح جدا عليها الشغف وحماس السائح اللي بيزور مكان جديد لأول مرة. فبتخرج من المترو وبتفضل تبص حواليها وبتتأمل جمال مدينة برلين، وبتنزل في فندق صغير لأن معهاش فلوس، وبيكون في أكتر من بنت في الأوضة اللي هي قاعدة فيها. فبتطلع كلير بالليل على السطح بتاع الفندق ده، وبتلاقي مجموعة شباب قاعدين مع بعض، قاعدين بيشربوا ومبسوطين. فبيجي واحد منهم بيعرض عليها تقعد معاهم، فبتوافق وبيقعدوا يشربوا مع بعض لحد الصبح. وبيطلع النهار وكل واحد بياخد البنت اللي معاه وبيمشي، وبتقعد كلير تستمتع بالمنظر وتمسك الكاميرا بتاعتها وبتبدأ تصور. وبعدها بتنام كلير وبتصحى تاني يوم، بتلبس هدومها وبتاخد الكاميرا بتاعتها وبتبدأ تتمشى في الشوارع، وبتنزل تعمل شوبينج في شوارع برلين، وبتتمشى في الشارع وبتشوف واحدة عادية جدا بتنظف السجادة في الشباك، فبتقف وبتصورها. وبعدها بتروح مكتبة عامة وبتطلع بعض الكتب وبتبدأ تألف فيهم، ولكنها فيها رسومات خارجة شوية. بتطلع من المكتبة وبتقف على الرصيف على ما الإشارة تتغير وتقدر تعدي، ولكن بيجي واحد وبيقف جنبها وبيعمل إن الكتب بتاعته وقعت منه. فكلير بتلاقي نفسها بتلقائية بتساعده وبتجيب له الكتب من على الأرض، ولكن الشاب ده قال لها متشكر جدا، بس ممكن حضرتك تمسكي العلبة دي وأنا هلم الكتب بتاعتي. والعلبة دي بيكون فيها فراولة، فبيعرض عليها إنها تدوقها لأنه جايبهم من مزرعة والده. فبيعرفها بنفسه وبيقول لها إن اسمه أندي وبيشتغل مدرس للغة الإنجليزية، وهي كمان بتعرفه بنفسها وبتقول له إنها مصورة ومتخصصة أكتر في تصوير العقارات. وبيبدأوا يتكلموا أكتر ويتعرفوا على بعض، وبعدين بيمشوا شوية مع بعض. وكلير بيجي لها تليفون من والدتها ولكنها ما بتردش، وبتقول له إن مامتها بتقلق عليها بزيادة. فسألها هي عارفة إنك هنا؟ قالت له أكيد. فبيسألها وجاية برلين تعملي إيه؟ فبتقول له إنها كانت شغالة مصورة لشركة عقارات، ولكن زهقت وقدمت استقالتها وقالت تسيب البلد وتشوف أماكن جديدة. وبعد كلام كتير بتسأله وإنت شايفني إزاي من اللي عرفته عني؟ فبيقول لها شايفك شجاعة. فبتبتسم كلير لأن الوصف ده عجبها. وبعد ما بيخلصوا بيوصلها أندي في آخر اليوم، وبتكون كلير بدأت تعجب بيه، فحبت إنهم يقضوا وقت أكتر مع بعض. فقالت له إن الفندق اللي هي نازلة فيه ده فيه بار، ممكن تيجي ونقعد شوية. لكن أندي بيتصرف بتقله وبيقول لها إن هو عنده ميعاد. فحست كلير بالإحراج بس حبت تجرب مرة كمان، وقالت له إنها هتسافر لمدينة تانية بكرة وهتسيب برلين. فبدأ أندي يقرب منها ويلمس شعرها، وهي بدأت تنسجم معاه، ولكن فجأة بيسيبها وبيقول لها توصلي بالسلامة. فبتنزل كلير وهي محرجة من العربية وبتبصله، ولكن أندي ما بيبصلهاش. فبتطلع كلير على أوضتها وبتبدأ تتفرج على الصور اللي صورتها، وبيكون منهم صور لأندي. وبتفضل كلير تعمل زوم على الصور بتاعته، وبيبان إنها بدأت تعجب بيه. وتاني يوم بتنزل كتير لنفس المكان اللي اتقابلت فيه هي وأندي عند الإشارة، وكأنها بتدور عليه وسط الناس. وفضلت ماشية تبص على كل الأماكن اللي ممكن يكون موجود فيها لحد ما راحت المكتبة مرة تانية، وبتلاقي أندي قاعد جوه في المكتبة وقدامه نفس الكتاب اللي هي كانت بتقراه امبارح. وكلير بتقرب منه وبيكون أندي عامل نفسه مركز في الكتاب اللي في إيده، وبيتفاجئ إنها ما سافرتش طبعا، ولكنه بيفرح. وبعدين بياخدها وبيقعدوا على كافيه. فبيلمح أندي سلسلة فيها دبلة ذهب على رقبة كلير، وبيسألها هي الدبلة دي بتاعت جوزك؟ فبتقول له لا، دي بتاعت ماما ولبستها لي من وانا صغيرة، وقالت لي وقت ما تتوهي هتمسكي الدبلة وتحركيها كده هترجعك ليا على طول. وبعدين أندي بياخد كلير في عربيته وبيروحوا على بيته. وبمجرد ما بتوصل كلير للمكان بتحس ان المكان ده مهجور ومنطقة فقيرة جدا، وحتى المبنى اللي هو ساكن فيه الباب بتاعه بايظ والجدران كلها بايظة. فبيطلعوا شقته وبيعرض عليها مشروب وبتبات معاه كلير. وتاني يوم بيروح أندي شغله في المدرسة وبيسيب كلير لوحدها في الشقة. وبتصحى كلير وبتبدأ تتعرف على الشقة، ولكنها بتكتشف ان الباب مقفول عليها من بره ومفيش معاها مفتاح. واتفاجئت كمان ان في اوضه في الشقه دي مقفوله بالمفتاح. فبدات تدور على المفتاح ولكنها ما لقيتهوش. فبتحاول كلير تستجمع شجاعتها وتقول لنفسها انها اكيد مش محبوسه، وان أندي نسي يسيب لها المفتاح. وبتفضل قاعده على الكرسي مستنياه. فلما بيرجع من شغله وبيفتح باب شقته بيلاقي كلير واقفه في المطبخ. فبتساله كلير ليه ما سبتش المفتاح؟ فبيعتذر لها وبيقول لها انه نساه في جيبه وكان المفروض يسيبه. فبتساله تاني هو انا محبوسه هنا؟ فبيجاوبها أندي وهو بيضحك معاها وبيقول لها علشان ما تهربيش. وبيجي اليوم التاني وبيستعد أندي علشان يروح الشغل. فكلير بتقول له ما تنساش
تنساش تسيب المفتاح. فبيقول لها المفتاح قدامك اهو، بيسيبها وبيمشي. وبتقوم كلير تاكل في المطبخ، بس بتلاحظ ان السلسله اللي هي كانت لابساها مش موجوده، ودي السلسله اللي مامتها كانت مدياها لها. فبتخش الحمام وبتبص في المرايه، بتلاقي مكتوب على كتفها انت ملكي. فبتاخد المفتاح اللي سابه وبتروح تفتح الباب، فبتلاقي المفتاح ما بيفتحش، حتى الشباك لما حاولت تفتحه ما بيفتحش. فبتجري على شنطتها وبتطلع الشاحن علشان تشحن موبايلها، ولكنها بتكتشف ان موبايلها متشال منه شريحه الاتصال. فبتمسك الكرسي وبتحاول تكسر الشباك، فبتلاقي الشباك طبقتين، طبقه عاديه وطبقه مصفحه ما بتتكسرش. وبتفهم انها اتخطفت وان باب الشقه ده شكله مش هيفتح تاني. فبيرجع اندي البيت وبيلاقيها مستنياه على الباب، وبتقول له هنزل اجيب حاجه وارجع، ولكن اندي بيقفل الباب وما بيردش عليها. فبتساله كلير انت ليه بتعمل معايا كده وليه حابسني؟ فبيرد عليها اندي بمنتهى البرود، انت اللي اخترتي ما تسافريش وتفضلي معايا، وبعدين قلتي ان نفسك تفضلي معايا على طول. فبتتعصب وبتضرب اندي، وهو كل اللي بيعمله بيقاومها بدون عنف. وتاني يوم بيروح اندي لابوه وبيحكي له ان عرف بنت، بس ابوه بيفكره وبيكلموا على بنت تانية كان يعرفها زمان اسمها ناتالي. فبيرد عليه اندي وبيقول له لا دي اسمها كلير. فابوه بيساله دي من المانيا؟ فبيرد وبيقول له لا من استراليا. فابوه بيستغرب لان كل البنات اللي بيعرفهم مش من المانيا وكلهم بيبقوا سائحات. فبيروح اندي على البيت وبيلاقيها نايمه، فبيفك لها الحبال اللي ربطها بيها، وبيقول لها انه قابل ابوه وكلمه عنها، وكمان جاب لها هديه، والهديه عباره عن لعبه بازل وقلب مكتوب عليه بحبك بالالماني. ولكن كلير مش بترد عليه وبتتجاهله، وبتبدا تتعامل معاه على انه مريض نفسي. راح قال لها انه اتصل بمامتها وطمنها عليها وقال لها بنتك بخير. فردت عليه كلير وقالت له ان هي مش بخير، وقامت حادفاه بحاجه في وشه وسابته كلير في الاوضه وخرجت. فراحت على الحمام تاخد دش، فلقت شعر بنت تانية في الحمام. فبتخاف جدا وبتتاكد ان اللي هي معاه ده مش انسان طبيعي، وان اكيد كان في بنت تانية قبلها، او يمكن بنات مش بنت واحده. وتاني يوم بيروح اندي شغل الصبح كالعاده. فكلير بتدور على اي آلة حادة تفتح بيها باب الشقه، وبتلاقي مفك اندي كان ناسيه لانه بيشيل كل الادوات في علبه وبيقفلها برقم سري، لانه عارف انها هتحاول تخرج. فبتحاول تفتح الباب ولكن برضه بتفشل. ولما بيرجع اندي البيت بيلاقي كلير قاعده بتلعب بلعبه البازل وبتضحك في وشه، وبيحس ان كلير بقت متاقلمه خلاص مع وضعها الجديد. فبيقعد اندي معاها وبيبدا يلعب معاها. فبتستغل كلير الفرصه وبتضربه بالمفك في ايده، وبتكون الضربه دي قويه جدا لدرجه ان المفك بيثبت ايده في الترابيزه. فبتاخد منه المفتاح وبتفتح باب الشقه وبتجري على السلم، وبتطلع من المبنى وبتحاول تفتح الباب التاني ولكن ما بتقدرش. وفي الوقت ده بيكون اندي قدر يخلص نفسه من المفك وبيلحقها. فبيوصل لها وهي بتحاول تفتح الباب، فبيمسك الباب وبيقفله على صوابعها، فصوابعها بتتكسر وبيغمى عليها. فبيشيلها اندي وبيرجعها تاني الشقه فوق. وتاني يوم وهو في الشغل وفي حصه التربيه الرياضيه بيشوف بنت اسمها فرانكا، بيبدا يبص لها وهي تبص له وبيعجبوا ببعض، ولكنه بيفتكر انه مدرس وهي طالبه، فبيقرر يبعد عنها. ولما بيرجع للبيت بيلاقي كلير بتقرا في كتاب، فبيجيب المقص وبيبدا يوصلها ضوافرها، وبعدين بياخدها يحميها. وهم في الحمام بيسمع صوت حد بيخبط بره على الباب، فاندي بيحط ايده على بق كلير وبيقول لها لو نطقتي باي كلمه قدام البنت دي هقتلها وتكوني انت السبب في كده. فبيفتح الباب وبيلاقي فرانكا، فبيسالها ايه اللي جابك هنا؟ فقالت له انها مشيت وراه لحد ما عرفت مكانه وجت تقول له انها معجبه بيه. في الوقت ده فرانكا بتشوف كلير، ولكن اندي بيقفل الباب وبيقول لها مش عايزه اشوف وشك تاني، ولو قربتي مني تاني هبلغ المدرسه ان في طالبه بتمشي ورايا وجت لي لحد البيت. وبتردها من قدام شقته. فبتمشي فرانكا وبتساله كلير مين دي؟ فبيقول لها دي طالبه عنده اسمها فرانكا. وبعد فتره بيروح لبيت باباه وبيلاقيه ميت، فبيسيبه موجود في مكانه يومين 3 وما بيرضاش يدفنه. وبعدها بيومين بيقرر انه يكلم حد علشان يجي ياخده ويدفنه. وبيرجع لكلير ومعاه شنط هدومه كلها، وبيقول لها ان ابوه مات وانه قرر يقعد معاها، وبيفضل يبكي وهو حاضنها. وبعد فتره بيقضوها مع بعض. بتيجي ليله راس السنه، فاندي بيجيب لكلير هديه عباره عن كتابين، واحد منهم عن استراليا، وجاب لها كلب هديه علشان يسليها في وحدتها. وكلير بتكون مبسوطه جدا بالكلب ده، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. فبتساله ليه اختارها هي واختارها ازاي؟ فاندي بيقول لها انه لقاها ماشيه في الشارع لوحدها، ولفتت نظره لما وقف تصور الست اللي بتنظف السجاده بتاعتها عادي. اصل مين هيقف يصور مشهد عادي زي ده غير سائح؟ وبعد شويه بتساله كلير عن البنت اللي كان يعرفها قبلها واللي كانت موجوده هنا، ولكنه بيرد عليها وبيقول لها ان ما كانش في حد قبلها، وبيقول لها ما تتكلمش في الموضوع ده تاني. وبيقرر اندي يخرج كلير، ولكن برضه في نفس الوقت بيبقى واخد احتياطاته علشان ما تهربش. فبيروح غابه ما فيهاش حد وبتبقى متغطيه معظمها بالتلج، ولكن من حسن حظ كلير بيلاقوا ولد صغير بيعيط، وبيطلب المساعده
مساعدة لاخوه الكبير اللي بيتعور. فراح اندي يشوف الولد اللي اتعور، وبتحاول كلير في الوقت القصير ده انها تقول للولد الصغير ان اندي راجل شرير وخطفها، ولكن للاسف كلير كانت بتتكلم انجليزي والولد بيتكلم الماني فما بيفهمش منها حاجه. فاندي بيلاحظ ده فبيزعق لها وبيبدا ينتبه، وبيحس ان كلير لسه عايزه تهرب، فبيبدا يظهر لها السلاح اللي في ايده. فكلير عارفه انه مجنون وممكن يموتهم كلهم هنا فبتسكت، وبياخدها يرجعها على العربيه وبيحطها في شنطه العربيه وبيقفل عليها وبيروحوا شقتهم تاني. وبيفضل اندي برضه يصورها صور غريبه غير مفهومه وتعتبر صور ساديه، وبياخد منها الكلب اللي جابهولها وبيرميه تاني في الشارع علشان ترجع وحيده تاني كعقاب ليها. وبعد فتره وفي يوم بيكون اندي معزوم على حفله ومش في البيت، فبتستغل كلير عدم وجوده وبتعرف اخيرا تفتح باب الاوضه المقفوله، فبتلاقي جواه كرسي جلد اسود والبوم صور لبنات متصوره بنفس الوضعيات اللي هو كان بيصورها بيها، ومعظمها صور ساديه جدا. فبتطلع من الاوضه وبتبص كلير من الشباك، وبتتفاجئ ان في راجل في الناحيه التانيه في المبنى، فبتحاول تزعق وتعلي صوتها ولكن ما بيسمعهاش. فبتروح تجيب كشاف وبتبدا تنور له لحد ما بيشوفها. فالراجل ده بينزل وبيروح لها وبيحاول يفتح الباب، ولكن بيلحقوا اندي وبيجيب حديده وبيضربوا بيها، وبيوقع الراجل على الارض، وبيفضل اندي يضرب فيه لحد ما بيموت. فبياخد جثته وبيحطها في صناديق الزباله، وبيجبر كلير تساعده يتخلصوا من الجثه لان هي السبب في كده. فبيرموا الجثه في الزباله وبيولعوا فيها. وتاني يوم بيكون اندي قاعد بيصحح كراريس الطلاب اللي عنده في المدرسه، وبيكون فيهم فرانكا. فكلير بتشوف اسم فرانكا فبتفكر انها تحط رساله لفرانكا، ولكن عشان اندي ما ياخدش باله بتلسع نفسها بالبوتاجاز، وبتقوله يجيب كريم الحروق من الحمام، وبيروح فعلا يجيب لها الكريم من الحمام. فبتاخد الكراسه بتاعت فرانكا وبتحط لها صورتها وهي بتتعذب. وتاني يوم في المدرسه فرانكا بتفتح الكراسه بتاعتها وهي في الفصل، وبتشوف صوره كلير، فبتفهم ان كلير مجبره على وجودها مع اندي في شقته. فبتقوم فرانكا وبتاخد الكراسه ولكن الصوره بتقع منها، ففرانكا بتاخد العجله بتاعتها وبتروح على بيت اندي. في الوقت ده واحد من الطلاب بيلاقي الصوره اللي وقعت من فرانكا، وبيبداوا الطلاب يتكلموا ما بينهم وبين بعض. فاندي بيشوف الصوره وبياخد بعض وبيجري ورا فرانكا، ولكن القدر بيتدخل لانقاذ كلير. وبيكون اليوم ده زحمه جدا في المرور، والزحمه دي خلت عجله فرانكا اسرع من عربيه اندي، فبيضطر اندي ينزل من العربيه ويروح جري. ولكن على ما بيوصل البيت بيلاقي عجله فرانكا قدام البيت، وبيلاقي شنطه على الارض وبيلاقي شاكوش. فبيطلع جري على السلالم وبيدخل شقته وبيبص في كل حته وما بيلاقيش كلير، ولكنه بينتبه لصوت خبط في الشقه اللي فوقيه اللي المفروض مهجوره. فبيطلع اندي على السلالم وبيدخل الشقه اللي فوقيه وبيبدا ينادي على كلير، وبعدين بيسمع صوت كلير تحت بتنادي عليه. فبينزل اندي تاني جري وبيبدا يدور عليها جوه الشقه التانيه ولكن ما بيلاقيهاش. وفجاه بيسمع صوتها وهي بتنادي عليه، وبعدين بتقفل عليه باب شقته، وبكده كلير بتحبسه زي ما كان حابسها كل الفتره اللي فاتت. وبيخلص الفيلم بلقطه عبقريه جدا شبه اللقطه اللي ابتدى بيها الفيلم، وبينتهي بكلير وهي بتبص لشوارع برلين وهي حاسه انها حره، ولكن في اول الفيلم كانت حره من القيود اللي هي كانت مقيده نفسها بيها في الشغل. ولكن المره دي خلصت من اندي وهو احساس بالحريه برضه ولكن مختلف. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رايك في الكومنتات.